واحده بتحكي وبتقول يا جماعه قولوا لي اعمل ايه، انا جوزي توفى وبعد ما توفى جوزونا اخوه، وفي ليله فرحنا قال لي اللي بيني وبينك هو ابن اخويا وبس، انا اتجوزتك عشان ابن اخويا ما يبقاش يتيم ولا يتربى مع راجل غريب، وعايزك تعرفي كويس اني بحب مراتي ومستحيل ازعل. رديت عليه بهدوء وقلت له تمام انا فاهم، وده نفس السبب اللي اتجوزتك علشان انا اتجوزتك عشان ابن اخوك يتربى وسطك، ولا انا بقول لك الكلام ده علشان تعرفي انك بالنسبه لي اخت وبس، وما اعتقدش ان قعدتنا لوحدنا دي هتتكرر تاني، وابن اخويا ملزم مني وفي رقبتي وطلباتك كمان في رقبتي، وانت يا بنت الناس هتعيشي معانا وتربي ابنك زيك زي اي ست ما بتعمل. وانا لحد كده عداني العيب. ابتسمت بسخريه كده وقلت له عندك حق. استغرب هدوئي ونزل شقته عند مراته الاولى، واول لما خرج دموعي نزل وحسيت بالذل بعد جوازي من اخو المرحوم، وكمان جوازي بالطريقه دي. صباح تاني يوم جات لي مامتي تطمن عليا واتصدمت لما عرفت ان عريس بنتها نايم في شقه مراته الاولى. قلت لها هو اتجوزني عشان ابنهم ما يترباش مع حد غريب، وهو قالها لي بوضوح ان اخت وجوزوه مني على الورق علشان ما يضمنوش ان اتجوز حد غريب ورب ابن اخوهم بعيد عنه، فانصحوني اعمل ايه.